السلام عليكم متابعي الكرام. معظم الناس لديهم شكل صغير أبيض على شكل نصف قمر في قاعدة كل ظفر، يطلق عليه اسم هلال الظفر. بعض الأشخاص لا يمكنهم رؤية هلال الظفر لديهم، فعلى ماذا يدل ذلك؟ لكن قبل البدء صلوا على نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. تنمو الأظافر من جيب تحت الجلد، يطلق عليه الأطباء اسم مصفوفة، فهي تساعد في صنع خلايا جديدة، ثم تتجمع هذه الخلايا وتخرج من الجلد، ويعتبر هلال الظفر الجزء المرئي من المصفوفة. فبعض الناس يلاحظون الهلال في الظفر الإبهام، ولكن لون الجلد وعوامل أخرى قد تجعله أكثر أو أقل وضوحًا. فقد يوفر أدلة حول صحة الشخص ونشاطه الدائم في حال وجود هذا الهلال على 8 إلى 10 أصابع. ومع ذلك فإن عدم وجوده لا يشير دائما إلى مشكلة صحية خطيرة، ولكن من الأفضل مناقشة الأمر مع الطبيب. في المقابل فإن اختلاف هلال الظفر أو تراجع وضوحه قد يشير إلى الحالات التالية: أولاً، سوء التغذية نتيجة الحمية القاسية أو الجوع. ثانياً، وجود مشكلة تؤثر على قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية. ثالثاً، نقص فيتامين بي 12. رابعاً، البهاق، وهو حالة جلدية مزمنة تؤدي إلى فقدان الجلد اللون، ويحدث هذا عندما يهاجم الجسم الخلايا الصبغية، وهي خلايا الجلد التي تعطي البشرة لونها. خامساً، فقر الدم، ويحدث ذلك عندما لا تعمل خلايا الدم الحمراء بشكل صحيح، أو عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من هذه الخلايا، وهذا يؤدي إلى نقص الأكسجين الذي يمكن أن يؤدي إلى شحوب، مما يجعل هلال الظفر غير مرئي. سابعاً، الفشل الكلوي، فالأشخاص الذين يخضعون لغسيل الكلي بسبب الفشل الكلوي لا يكون لديهم هلال الظفر في أحيان كثيرة. ثامناً، أمراض القلب والرئة، إذ قد يتحول لون هلال الظفر إلى لون الأحمر عند الأشخاص الذين يعانون من أنواع من أمراض القلب والرئة، بما في ذلك مرض الانسداد الرئوي وفشل القلب. تاسعاً، التسمم بالفضة، وهو نوع من التسمم الناجم عن التعرض الزائد للفضة، والأشخاص الذين يتعرضون للمواد الكيميائية أو الأتربة الكيميائية السامة قد يتعرضون لهذا التسمم، وبعضهم قد يتحول لون هلال الظفر إلى اللون الأزرق. عاشراً، مرض ويلسون، وهو الاضطراب الوراثي، يؤدي إلى تراكم مستويات خطيرة من النحاس إلى الجسم. لذلك ينصح بزيارة الطبيب عند حدوث أي تغيير هلال الظفر أو الأظافر. ومع ذلك يجب التأكيد أن بعض الأشخاص قد يكون طبيعياً عدم ظهور هلال الظفر لديهم دون إصابتهم بالمرض، ولكن يستحسن في جميع الأحوال مراجعة الطبيب والاطمئنان. اللهم انفعنا بما تعلمنا وعلمنا ما جهلنا. أتمنى أن يعجبكم محتوى قناتي، وأن تدعموني بالإعجاب والانضمام إلى قناتي وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.